فإذا نحن ورب رزقنا أولاد يهتم بهم، ورب رزقنا أولاد يهتم بهم، يقرأ قرآن. مثلا أنا ما وجدت حد يعلمني، مثلا أنا عاد متخرج من الثانوية أو في الإعدادي أو متخرج من كلية، وأخي جلس واحد يعلمني قرآن من توغالي كبير عدتنا وحق علي، ولا قال قدام واحد يقوم يرد علي، إيش أسوي؟ أجيب معلم يعلمني في البيت ما حصل. اليوم تعليم القرآن سهل، اشتري الشريطة من القرآن الكريم موجودة تباع رخيصة، واشتري مسجل ب5 ريالات ولا ب4 ريالات وتعلم القرآن في بيتك. يوم يقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ألف لام ميم تقول ألف لام ميم، تبعه وتوجد نفسك بعد مدة أنك تعرف تقرأ القرآن طبيعي بمخارج الحروف بكل راحة بدون معلم. صح ما صح؟ وخسارة واجد يوم نشتري أشرطة، خسارة. يوم يقال لهم أن أشرطة القرآن هذا كاملة مثلا قال ب40 ريال ولا ب50 ريال. 50 ريال هيش سعودي ب5 ريالات ولا ب6 ريالات، والمسجل بكم ب5 ريالات عماني، هذا ب10. لا إله إلا الله. هذا ال10 ما أحسن مشتري بن ألعاب حال الصغيرين يفرحوا بن، ما أحسن 3 أشرطة كم مسجلات كمال البيت ما حشم الحرف، أحسن إنه مشتري ألعاب حال أولاد حال أطفال. هذا ما زين كذا، ما زين. الإنسان يوم يأخذ بطية ب50 ريال عماني، بعض الناس حاشاكم عنهم، وطية ب50 ريال عماني تشتري كم مصحف من أشرطة، يجي يصلي يكمل يصلي وبس ترق بطيه. صح ما صح؟